هو ايه حكاية التنس بريسلت دي؟ القصة بدأت سنة 1987 لما لاعبة التنس كريس ايفرت وقع منها الانسيال بتاعها في وسط ماتش تنس جامد جدا، وطلبت توقف الماتش عشان تدور عليها، ومن هنا اتسمى الانسيال تنس بريسلت. خلصنا القصة بتاعت اسمه، نخش بقى في مقاساته وأوزانه. المقاس الصغير بيبتدي وحايد واتنينات وتلاتات، وده بيبقى 0.01 من السنتي، وبعد كده ممكن نعلى شوية ونجيب الخمسات والستات والسبعات، وده يعتبر المقاس الوسط. نخش بقى في المقاسات الكبيرة اللي أنا بحبها قوي، وهي بتبتدي من أول مقاس العشرات، عشرات، خمستاشرات، عشرينات، زي ما انت عايزة. ومن أول مقاس العشرات عندنا في الطويل بتاخدي لكل فص شهادة. ده غير ان طريقة التركيب عندنا في الانسيالات التنس بتخلي شكل الفص كبير جدا، لان احنا لينا تركة كده في التركيب بنعتمد نعملها عشان الفص بتاعك يبان ان هو كبير، مش هتلاقيها كتير. واحسن حاجة في التنس بريسلت ان هو مناسب لكل الاذواق، وبينفع دايما في الليرنج، كلاسيكي بشكل بحت. اي انسيال هيتحط جنبه هينوره وهيخلي شكله احلى بكتير. وكمان هو موضة عمرها ما بتبطل، وده كلام من جواهرجي قديم. وبس كده، لو عندكم اي اسئلة بخصوص التنس بريسلت اكتبوا لنا في الكومنتس. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.